السلام عليكم. حقيقة يعني من الصعب جدا واحد يطلب منه الكلام بعد فضيلة الشيخ، يعني هتكون في وضع شوي صعب أن ننافسه بهذه الفصاحة وهذه الجودة وهذه النصائح الجميلة. لكن سأبدأ بما ذكره، مسألة الأخطاء والتفاؤل. نعم، هناك أخطاء، شيء طبيعي في أي عمل، هناك أخطاء، نحن يجب أن نعترف هذه الأخطاء، لكن أيضا مقابل هذه الأخطاء هناك أيضا إنجازات كثيرة انعملت وتحققت، ونحن متفائلون جدا بسوريا. ما نحتاجه هذه الألفة، ما نحتاجه في هذا البلد هذه الشراكة ما بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، كلنا يد واحدة. نريد أن نبني بلدنا إلى خير، بلدنا إلى خير بإذن الله، لكن نتعرض إلى تشويش شديد. يمكن فضيلة الشيخ ذكر هذا الكلام، كلنا مدركين له. أنا أحيانا أقرأ بعض التقارير وبحكم العلم والمعرفة أقول لو لم أكن أنا وزيرا للمالية وعندي فكرة على هذه الأرقام وهذه المعلومات لقلت البلد إلى خراب. تقارير تنشر ومن مراكز دراسات ومراكز أبحاث وتوزع وتنقل ويتم اجتزاءها وإلى آخره، وهي إساءة للبلد. أقول لو لم أكن أنا هذه المعلومة عندي وأنا بعرفها متأكد منها، هذا البلد إلى كذا. لذلك يا أخوة الكرام، نحن ما نحتاجه هو أن نعمل مع بعضنا البعض. نحن نحتاج أيضا أن نكون قريبين منكم. أنا كثير سعيد أكون بتكلم مع الناس في الشارع، في المسجد، في مطعم، في مكتبة، في المعرض إلى آخره. نحتاج أن نكون قريبين لبعضنا البعض، أن نتحاور، أن نتحدث، أن نشرح لكم الأمور كما هي، وبالتالي كلنا نكون يد واحدة إن شاء الله في بناء هذا البلد. أنا كوزير المالية أمور تهتم فيني أشياء أساسية. نحن منذ استلمنا، منذ رمضان الماضي إن شاء الله اللي بلغنا رمضان القادم وتكون كلاتنا على خير وتكون أيضا انطلاقة جديدة. نحن منذ أن استلمنا، يعني أنا كوزارة مالية، رفعنا الحجز عن أكثر من 70-75 ألف رجل أعمال ومواطن سوري. لذلك الإنصاف والعدالة جزء أساسي من تفكيرنا وعملنا. إعطاء الحق للناس، إعادة الحقوق، رفع الظلم، هذا هم أساسي كل يوم. لا يسعدني في وزارة المالية ولا أسعد إلا عندما يأتي شخص وأستطيع أن أنجز له عمل أو أرفع له ظلم أو حجز أو ما شابه. هناك أكثر من 16-17 ألف واحد تم إعادة ممتلكات لهم، وبالتالي همنا نحن في هذه الدولة ورفع الظلم والحق لأصحابه، وأيضا تحسين معيشة المواطن. لكن مثل أنت عندك ابنك أحيانا بيقول لك يا أخي أنا يا ابني يا بابا جيب لي قميص فلاني أو جيب لي بوت أديداس فلاني أو كذا، وأنت لا تمتلك المال الكافي لذلك. فتحتاج الدولة حريصة جدا، عندها هم أساسي: كيف يمكن أن نحسن معيشة المواطن، كيف يمكن أن نجعل حياة ورفاهية الإنسان السوري أفضل، كيف يمكن أن نسهل عمل التاجر، كيف يمكن أن نسهل عمل الصناعي، كيف يمكن أن هذا الصناعي الصغير يكبر، وهذا التاجر اللي عنده مع محلين يصير عنده 10، وهذا يتحسن رزقه وهذا يتحسن دخله. نحن شركاء معكم، ومن يتعامل معي بيعرفني وغرف تجارة وصناعة، نحن شركاء مع الجميع. لذلك همنا هو الإصلاح، همنا هو تحسين الأجور. نأتي على الأجور والرواتب. الناس كلها تقول أين الأجور؟ أين الزيادات يا معالي الوزير؟ زدتم كذا، الأجور ما زالت منخفضة، دخل الموظف. أتفق معك، أقول لك نعم، يعني نحن يجب أن نعترف أنه لسه لم نصل إلى مرحلة إصلاح وتصحيح حقيقي في مستوى الأجور والرواتب في الدولة السورية، نعترف. لكن هذه منظومة نعمل عليها بالتدرج، مع قدر تحسن مواردنا إن شاء الله سنتمكن من تحسين الأجور والرواتب، وإن شاء الله هذا مسار مستمر بإذن الله، الله يوفقنا عليه أننا نتمكن من إنجازه. لكن إذا زدنا الأجور والرواتب بدون ما عندنا الموارد الكافية سيؤدي هذا إلى التضخم، كأني أنا بعطيك باليد اليمنى وأخذ منك باليد اليسرى. فنحن إن شاء الله حريصين في موضوع الأجور والرواتب أن تكون هناك زيادات معقولة كافية لنصل إلى المستوى الذي يجب أن يكون يعيش كل فرد من أفراد وكل مواطن من عاملين في هذه الدولة بمستوى لائق يكفيه حياة كريمة، وهذا جزء أساسي من تفكيرنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الإصلاح الضريبي. نحن في وزارة المالية يمكن من الوزارات اللي كانت تتهم وزارة تشبيح، وزارة قهر، وزارة ذل. همنا الأساسي اليوم أن نغير هذه الفكرة لنكون وزارة ثقة، وزارة يشعر فيها المواطن أننا نحن معه ليس عليه. وبالتالي المنظومة الضريبية اللي اشتغلنا عليها والتي إن شاء الله آمل أن ترى النور قريبا، سيشعر الناس بفرق كبير. يعني احنا سنخرج من
ثقافة التشبيه إلى ثقافة الشراكة. الضرائب الجديدة في سوريا بسيطة سهلة ومنخفضة، ومحدودي الدخل جزء أساسي من تفكيرنا. الفقراء ومحدودي الدخل جزء أساسي من التفكير تبعنا. الضرائب على الدخول المنخفضة هتلتغى، يعني كل واحد دخله تحت 60 مليون ليرة بالليرة القديمة لن يدفع ضريبة. المحلات البسيطة وموظفي الدولة إلى آخره. كذلك الضرائب على شركات الصناعة، الضرائب على التجار، الضرائب على الأعمال، كلها معقولة بسيطة سهل التقيد بها. هدفنا أن نشارك، وهدفنا أن نكون شركاء مع الجميع في بناء هذا البلد. فيمكن فضيلة الشيخ قال نصبر، نحن لا يعني كمان لا نريد أن نضغط على الناس. نحن شركاء معكم متفائلون، سوريا إلى خير. اليوم إن شاء الله مع عودة الجزيرة السورية إلى الدولة، لماذا نحن متفائلون إن شاء الله؟ لأن في عندنا عدة معطيات تجعلنا أكثر تفاؤلا. هذا العام إن شاء الله سيكون وضعنا أفضل. الجزيرة عادت، لكن الخير سواء نفط وغاز ومياه وكهرباء وزراعة يحتاج بعض الوقت. هناك استثمارات كبيرة تحتاجها هذه المنطقة لنبلش نرجع نقول المردود يكون جيد. يعني للأسف ما يسمى بقصد لم يكن لديهم أي مشروع تنموي في هذه المنطقة، وبالتالي هناك استثمارات كبيرة نحتاج نحطها لإصلاح آبار النفط والمنشآت النفطية والغاز إلى ذلك. المردود الإضافي من هذه المنطقة قد يحتاج بعض الوقت، ربما يعني 2 أو أكثر حتى نصل لهذا المردود. وإنما إن شاء الله بشائر الخير جيدة. عودة الجزيرة السورية، رفع العقوبات أنجز مع نهاية عام 25، لعلنا نلمس هذا العام يعني تدفق الاستثمارات الجيدة على سوريا. أيضا عودة المغتربين، الرجال الأعمال كل يوم إن شاء الله السوريين يعودون ويرغبون أن يبنوا هذا البلد. فهناك الكثير من عوامل التفاؤل. خلينا نتفائل، خلينا مثل ما قال فضيلة الشيخ ما نسمع للشائعات ونروجها ونكون جزء منها، والإساءة لشخص معين أو شخص آخر. نحن لم نصل إلى الوضع المثالي، في إصلاحات عملت، في وضع تحسن، لكن هناك أيضا أشياء كثيرة نحتاج أن نعمل عليها. لا ندعي المثالية ولا لم نصل بعد إلى الوضع المثالي. فنعمل معا، نتقبل النصح، نتقبل التوجيه، نتقبل الشكوى، نتقبل الرأي، وإن شاء الله سنكون مع بعضنا البعض لنبني هذا البلد. وضعنا المالي عم يتحسن. نحن العام الماضي يعني طلعنا راس براس مثل ما بيقولوا، وهذا مهم جدا. لا نريد أن نتدين أو عفوا نركب ديون على أجيال القادمة، وحريصين إن شاء الله هذا العام أن نحسن الأوضاع، نزيد الرواتب والأجور تدريجيا مع تحسن الموارد، لأننا طلبات الإنفاق هائلة، احتياجاتنا في الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري هائلة. لعلنا الله يكرمنا وأن نتمكن أن يعني يشعر كل واحد فينا بفخر واعتزاز. سأختم بالكلمة التالية: سوريا إلى خير بإذن الله. الله أكرمنا بالتحرير، الله أكرمنا أنه مثل ما فضل الشيخ يعني ننعم الآن بالحرية وبالكرامة. نتفائل، سوريا إلى خير، وإن شاء الله رمضان كريم، والعام القادم حنكون وضعنا أحسن، واللي بعده أحسن، واللي بعده أحسن. سنصل إلى إن شاء الله لمرحلة كلاتنا نفتخر بالانتماء لهذا البلد، وكلاتنا شركاء وإيدنا بإيد. نحن معكم ونحن معكم. هذه الشراكة يجب أن نؤكد عليها، لا نلتفت إلى الشائعات، وإذا كان أبوابنا مفتوحة ولا فاصل بيننا وبينكم. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. أهلا سيادة الوزير. بارك فيك. حياك الله فرصة